السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ معاكم احمد. النهاردة هتكلم معاكم ماذا بعد دراسة 4 سنوات في قسم الفيزياء. خلاص خلصنا واتخرجنا، المفروض انا بعد ما اتخرج هشتغل ايه، هعمل ايه، هروح فين؟ ده موضوعنا اللي احنا هنتكلم عنه في الفيديو النهاردة. بص بقى يا سيدي، اول ما اتخرجت انا هفترض ان انت اتخرجت جيد جدا او بامتياز، يعني خلينا نفترض ان انت متخرج بدرجة كويسة وعندك معلومات كافية عن الفيزياء. أول حاجة تفكر فيها وتكون بتمهد لها أول ما تخرج إزاي تسافر. ده أهم حاجة من وجهة نظري أنا. طبعا هي وجهات نظر من شخص إلى آخر وقد تختلف وقد نتفق يعني، لكن أول حاجة تفكر فيها هي إزاي تسافر. طيب عشان تسافر إيه الحاجات المهمة؟ أهم حاجة غير التقدير وترتيبك في الكلية يبقى معاك حاجة اسمها الايلتس. الايلتس ده عبارة عن امتحان انجليزي عادي خالص، والامتحان ده يكون جاي فيه سكور 7.5 او 8. كل ما تجيب فيه سكور اعلى طبعا كل ما يكون افضل، بس يعني احنا هنقول 7.5 8. ده يعني ايه الافريج ان انت ممكن تجيبه، والمنح بتكون بتطلبه. طب في حاجة تاني؟ هل في حاجة تاني تخليني ان انا ابقى مميز يعني وانا بقدم واحد تاني بيقدم انا افرق عنه في حاجه؟ بس هي صعبه شويه، وهي الجي ار اي تيست او الجي ار اي فيزيكس. ده امتحان في الفيزياء عباره عن في اسئله من الفيزياء بتحلها في وقت معين في كل فروع الفيزياء، وده ليه تدريباته وليه شغله وليه قصه تانية خالص. بس ده الامتحان ده في المنح ما بيطلبوش، يعني تيجي تبص على الريكويرمنتس بتاعتهم ما تلاقوش طالب الجي ار اي فيزيكس ده. بس الجامعات الامريكيه اللي بتقدم دكتوراه على طول غالبا بتبقى طالبه الجي ار اي فيزيكس. فالجي ار اي فيزيكس مهم، هو مهم بس مش مطلوب. يعني في ناس كتير انا اعرفهم سافروا مش عاملين جي ار اي فيزيكس، يكتفوا بس بالايلتس، يكونوا عاملين بس الايلتس وبيسافروا على طول. طيب ده اول اتجاه، اتجاه السفر. ايه بقى هو الاتجاه التاني؟ تاني اتجاه هو الجامعات الخاصة. طيب الجامعات الخاصة زي الاي يو سي والجي يو سي حاليا كانت طالبة ناس. طيب الجي يو سي والاي يو سي بي يعني ايه الحاجة اللي انا المفروض تبقى فيا عشان اتقبل فيهم؟ اولا لازم تبقى كويس جدا في الفيزيكس. ثانيا هم بيعملوا لك ديمو، بيقولوا لك اعمل ديمو في موضوع، مثلا يدوك 4 مواضيع ويقولوا لك اعمل ديمو في موضوع من الاربعة دول. بعد ما تعمل الديمو في الموضوع من الاربعة دول على اساسه بقى هم بيشوفوا طبعا طريقة تدريسك، هل انت بتعرف تدرس ولا لا، بتعرف توصل المعلومة ولا لا. وخد بالك من حاجة مهمة، الديمو ده بيبقى all in English، يعني بتتكلم فيه بالانجليزي بس، ما نقعدش نتكلم عربي وانجليزي. يعني مثلا ما اقولش ايه والاكسلريشن بنفضلها، لا، هتقول مثلا وي درايف ذا اكسلريشن كده. يعني هو الموضوع بيبقى كله انجلش، ما فيهوش اي عربي خالص. في جامعات بقى بتبقى اقل شويه ومعاهد اقل شويه بيبقى شروطها اقل، زي معهد الشروق، معهد العبور بتاع الهندسه. شغل معاهد الهندسه ده كله يعني ما بيطلبش منك ان انت تعمل حاجه يعني تكون صعبه قوي او كده، بالعكس يعني تبقى حاجتهم بسيطه جدا جدا، لانك انت بتروح تدرس هناك يا اما الصيدله يا اما بتدرس لاعدادي هندسه. فيعني حاجات بسيطة قوي في الميكانيكس والكلاسيكال ميكانيكس، مش هتبقى صعبة. وجامعات برضو زي الام اي يو وجامعات ماست، الحاجات دي كلها يعني ايه مش هتبقى صعبة قوي زي الجي يو سي والاي يو سي يعني. والبي يو اي برضو من الحاجات الصعبة جدا في الانترفيوز. فده الاتجاه التاني، الجامعات الخاصة. طيب الاتجاه التالت هو المؤسسات الحكومية. ايه هي بقى المؤسسات الحكومية؟ المؤسسات الحكومية التعيين فيها مش سهل، بس في طرق ممكن انت تعملها تسهل لك التعيين فيها. يعني مثلا أكاديمية البحث العلمي أحيانا بتنزل منح ماجستير، تعمل ماجستير مع تعاون مع مركز البحوث، المركز القومي للبحوث، وبتنزل منح ماجستير. المنح دي بعد ما بتخلص الماجستير ممكن تدخل في منحة دكتوراه، ووقتها ممكن تتعين في مركز البحوث او حاجه كمان هيئه الطاقه النوويه. انا سامع ان هي في شهر 8، ده عن واحد يعني شغال هناك، ان في شهر 8 اللي احنا فيه ده هيطلبوا ناس ان هم يشتغلوا في هيئه الطاقه النوويه. فيها هيئه الطاقه النوويه وهيئه الطاقه الذريه، واحده اللي في مدينه نصر والتانيه اللي هي بتاعه المفاعلات اللي مشرفه على مشروع الضبعه. فده كده هيئه الطاقه النووية. في بقى بعض المراكز التانية زي مثلا اللي هو جهاز القياس والمعايرة أو مركز القياس والمعايرة. ده برضو كويس جدا، في ناس بتتدرب فيه أثناء البكالوريوس. برضو انت ممكن تروح لهم هناك وتتابع معاهم حركة التوظيف، لأن أحيانا الناس دي بتنزل توظيف ما بتنزلوش على البيج بتاعتهم أو كده، ساعات يعني بيبقوا محتاجين وما بينزلوش. فأنت يفضل إنك تروح هناك بالسي في بتاعك
وتشوف الناس دي بينزلوا منح مثلا ماجستير. منح ماجستير دي بتبقى كويسة لان هي بتبقى فاندد، يعني انت بتاخد فلوس، يعني انت مش بس بتصرف، لا انت برضو بتاخد فلوس على الماجستير وفي نفس الوقت بتخلص ماجستير. فانت تابع مثلا مركز القياس والمعايرة. عندك برضو معهد الليزر اللي في جامعة القاهرة، ده ممكن تشوفه. في معاهد يعني ومؤسسات حكومية كتير ممكن انت تشتغل فيها. مثلا انا ليا صديق عزيز جدا ليا اشتغل في جهاز شؤون البيئة، بس طبعا عشان ما اكدبش عليك هو اشتغل يعني بواسطة، يعني اكيد طبعا مش هيشتغل كده على طول في مكان زي ده في وزارة البيئة بالموضوع كده يعني. بس انا بقول لك الاماكن اللي انت ممكن تشتغل فيها في المؤسسات الحكومية. طيب رابع حاجة بقى وهي آخر حاجة، هي مؤسسات خاصة. من وجهة نظري أنا بقولك عليها مؤسسات خاصة. إيه بقى المؤسسات الخاصة؟ إن أنت تبدأ تشتغل بقى في مثلا مراكز الأشعة، ألفا سكان، كايرو سكان، أي حاجة فيها سكان اللي هي برج سكان، كل الكلام ده كله أنت ممكن تشتغل فيه في شغل المؤسسات الخاصة. احيانا وانا عرفت ناس شغالين في الجوده، في الجوده اللي هو ايه، مثلا بيروح يشوف الخرسانه ويقارن الخرسانه دي بالنسب المفروض المعايير بتاعتها، والمفروض انت ما تصبش الخرسانه قبل نسب معينه. يعني ده ليه علاقه شويه بالجيوفيزيكس، بس يعني احيانا ممكن انت كفيزيست انك تشتغل فيه. يعني الموضوع مش صعب، يعني ما فيهوش يعني صعوبه بالغه. وطبعا في التدريس، التدريس كويس جدا، والتدريس ده بقى على حسب هل انت عايز تشتغل في مدارس عربي ولا مدارس لغات ولا مدارس انترناشونال والاي جي بقى والجزء ده. ده انت بقى بتحدده. لو انت قوي في الانجليش عايز تشتغل في الاي جي، فانت بتدي تابع الاي جي عشان هيطلبوا منك ديمو وهيطلبوا منك مناهج مختلفة عن مناهج الثانوية العامة، لان دول بمناهج تانية لوحدهم. طيب بالنسبة لمدارس اللغات هو نفس منهج الثانوية العامة بس باللغات، فده برضو انت ممكن تشتغل في التدريس. التدريس طبعا عدد طلاب كبير جدا فبيقبل عدد كبير جدا من الناس. العدد الكبير جدا من الناس ده بيزود فرصة انك انت تبقى مدرس يعني. وفي ناس كتير انا اعرفهم شغالين مدرسين وكويسين جدا ومتفوقين جدا جدا جدا. دي ابرز الاماكن الخاصة اللي انا يعني شفت الناس شغالة فيها. ولو انت بقى شغال في مكان تاني وخريج فيزياء سبيشال ريت تكتب في الكومنتس بحيث ان الناس تعرف انت شغال في ايه. وبس كده تدعمني جدا لو عملت سبسكرايب للقناة ولايك لو الفيديو عجبك. واحنا بنعمل فوت على احلى الفيديوهات، يعني انا بعمل فوت واقول انتوا عايزين نشرح المرة الجاية فيديو ايه. فده كان اعلى فيديو، كان واخد فوق ال60%، 67% ولا حاجة. فانتوا لو عايزين فيديو معين انا هنزل فوت تاني وانتوا اختار منه الفوت. والسلام عليكم.